الوصفه هذه على بالي دوكا كاع عيتك تنوضوا ديروها. رولي بطاطا شاورما بهاد لاصوص البنينه سهل وسريع، تبعوا معايا. وكاينه هاد القفيفه اللي بالطبع بعثتها لي جومبو، قالت لي كاين داخلها سر البنه اللي تلمنا. تبعوا معايا نوري لكم واش فيها كاع عيتك، وكاين تشالنج كملوا الفيديو حتى الاخر باش نقول لكم وشنو هي. كما شفتوا القفيفه هذه فيها طابلي وشابو لبستهم، فيهم معن باش نطيب بهم. وسر البنه اللي تلمنا في رمضان هي مكعبات جومبو. اروحوا نبداو الوصفه تاعنا. في مقله درت الزيت، البصل، الثوم، مجموعه توابل نكتبهم لكم في اسفل الفيديو، لا موتغد وشويه تاع الدجاج، وراح نقليهم على النار. في سنيوه درت ورق الطهي، وراح ندير الجبن المبشور، وكنت قليت بطاطا دوائر راح نستفها بهذا الشكل، وندير لها البيض من الفوق، وراح نحطها على الفرن شويه طيب وينشف لي هذاك البيض. بعد ما طاب الدجاج وتقلى راح نزيد له جبن طاري نخليه يذوب ونحطه بجيه يبرد. الصلصه تاعي درت بصل وراح نقليه على النار، بعد ما يتقلى نزيد له المارغرين، سنينه تاع الثوم، الشامبينيون، وتقدروا تعوضوه بالزيتون الخضر. قليتهم، من بعد درت لاكريم ليكيد والجبن الطاري، وراح ندير مكعب مرق الدجاج من جوبو اللي راح يمد لها بنه لهذا الصلصه. وهكذا ما راح نستعمل لا توابل لا ملح. ونحطها على النار ونخليها تتجمر. نرجعوا للبطاطا تاعنا بعد ما خرجتها من الفرن، راح ندير لها الحشو تاع الدجاج تاعي ونروليها جيدا، وتقدروا تزيدوا لها الجبن المبشور وتخلوه يذوب، ونقدموها مع صلصه. ودوكا طاقيو لي ايناس بيوتي راح نلونسي لها تشالنج مع جومبو، تبين لنا شطارتها وتطيب لنا طاجين الزيتون بطبع. وصحه فطوركم وجربوا الوصفه. جومبو، سر البنه اللي تلمنا.